مواطن جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بالمملكة. وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن التحريات الدقيقة أظهرت أن المشتبه بهم قاموا بعمليات مراقبة وترصد لأحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة وجدة، تمهيدا لتنفيذ عملية سطو باستعمال أسلحة بيضاء وأقنعة وأجهزة اتصال متطورة، وذلك من أجل الحصول على موارد لتمويل مشاريع إرهابية بالمملكة تماشيا مع أجندة داعش. وأكدت عمليات التتبع أن عناصر هذه الخلية المشتبه في كونها إرهابية كانوا يعقدون لقاءات سرية بأحد البيوت الآمنة بمدينة وجدة، وهذه العناصر متورطة في تنفيذ اعتداءات في حق المواطنين والاستحواذ على ممتلكاتهم، مما يشكل تهديدا خطيرا ومسا بأمن واستقرار المملكة المغربية، يضيف بلاغ وزارة الداخلية. وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة. وتندرج هذه العملية الخاصة بتفكيك هذه الخلية المشتبه بها بمدينة وجدة وتندرارة في إطار التدخلات الاستباقية ويقظة عناصر الأمن المغربي ووعيهم بخطورة ما يتربص بلادنا على غرار دول أخرى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فالمغرب مؤمن بالسلم والاستقرار، ولضمان استمرارهما يعمل على نهج الحكامة الأمنية وإعادة تشكيل الحقل الديني واستئصال مصادر الهشاشة الاقتصادية، علاوة على تكثيف التنسيق والتعاون الأمني جهويا ودوليا. هذه العملية هي واحدة ضمن عمليات استباقية يباشرها المكتب المركزي للأبحاث